من جبال حقه إلى 100 مليار مشاهدة وإلى 45 مليون متابع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. خليني أعرفك على أعظم شخص يمني وعلى إنسان يتابعه ملايين الناس من مختلف العالم. أي نعم، قد لا يتابعه الكثير ولا يعرف الكثير من اليمنيين أو من العرب، ولكن شهرته على مستوى العالم. خليني أقول لك على هذا الشخص، هاشم الغيلي، الذي بدأ من جبال حقه مرورا بصنعاء، وشايفين يعني بدايته كانت من الكعك، من تغسيل ملابسه بنفسه، ولكن الإنسان الذي يحمل أهداف عظيمة ويحمل رؤية وخطة لابد أن يستمر حتى يصل. وهكذا انطلاقا من صنعاء إلى باكستان درس هناك علم الأحياء الجزئية، ثم عاد إلى اليمن بعد أن تخرج لكي يبحث عن فرصة للعمل. طبعا تقريبا اشتغل فترة، ولكن الوضع لم يناسبه ولم يعطوه التقدير الذي يستحقه. وهكذا دائما شعوبنا مع الأسف الشديد، شعوبنا العربية وخاصة يمننا الحبيب للأسف الشديد لا يقدر المواهب. لو قدر موهبة هشام الغيلي كان إنه أعطاه وزارة أو أعطاه منصب ودفع إلى الأمام. على العموم دعونا نكمل مسيرته. بعد هذا حصل على منحة إلى ألمانيا، وهناك بدأ مسيرته. طبعا المسيرة هناك لم تكن سهلة، لأنه هناك معظم الدراسات تكون في الألمانية، فبيحتاج لك أنك تتعلم الألمانية، وحتى مستوى الإنجليزية لو بتدرس هناك يحتاج لك مستوى قوي جدا. لذلك هو كما تحدث عن نفسه كانت البداية صعبة جدا، وكان هناك خذلان حتى من أساتذته في الجامعة. لذلك يعني بيقول له ارجع بلدك، أو بمعنى أنت لن تستطيع. ودائما هناك ناس سلبية في كل مكان يخبروك بأنك لن تستطيع، لن تحقق أي شيء. فمن يستسلم لن يصل، ولكن لابد أن تكون عندك دافع وهمة وتوصل لهدفك وتواصل مسيرتك. فمن يصلون هم من يستمرون. والآن هشام الغيلي يتابعه ملايين الناس، كما قلنا 45 مليون متابع في مختلف أنحاء الكرة الأرضية. تخيل حتى أنه شهرته عند الأجانب أكثر من العرب، أكثر من اليمنيين، اللي مفروض أبناء بلدك يشجعوك كونك عالم. على العموم تخرج من هناك، وحتى أنهم حفروا اسمه في أحد الجامعات تخليدا لتقديره وإسهاماته في الجامعة، لأنه تبرع لهم. تخيل هذا الشخص لو كان في اليمن ومسك منصب أو حتى في الدول العربية كان سنصعد فوق. والآن هشام الغيلي يعد منتج أفلام وثائقية وسينمائية، وكمان يبسط العلوم ومشاهدته في الملايين. وحتى أنه تحدث في منصة تيدكس، وهذا تعد منصة شهيرة جدا للناس المبدعين والمتفوقين. وكمان أنه محاضر حاليا عالمي، ويستدعوه ويقابلوا معه في مختلف القنوات العالمية. وفي الختام نتمنى من شعبنا اليمني العظيم وخاصة أن ندعم أصحاب الهمم، أن ندعم أصحاب العلم، أصحاب الوعي.